كريم عبد العزيز مع مونيكا بلوتشي مع سلمان خان مع احمد عز، وفي كلام كمان على ويل سميث. ده مش فيلم 7 دوجز، ده فيلم احلام العصاري. فيلم 7 دوجز بطولة مجموعة من النجوم من دول كتير: كريم عبد العزيز، احمد عز، سلمان خان، مونيكا بلوتشي، منة شلبي، ناصر القصبي، هنا الزاهد، طارق عماد، سيد رجب، سنجاي دوت. الفيلم اخراج 2 مخرجين: عادل العربي وبلال الفلاح. هم من بلجيكا وليهم اصول مغربية، ولو انت مش عارفهم هم اشهر حاجة اخرجوها الجزء الثالث والجزء الرابع من سلسلة افلام باد بويز، ودي في حد ذاتها حاجة مبشرة. ده معناه ان احنا هنشوف في الفيلم اكشن وحركة مختلفة بشكل عالمي. 7 دوجز سيناريو وحوار محمد الدباح، ليه اعمال كتير اخرهم واشهرهم فيلم سيكو سيكو، ودي برضو حاجه مبشره لان سيكو سيكو كان فيه نسبه ضحك حلوه جدا. اعتقد ان هو هنا هيطلع افيهات ومواقف مضحكه، بالذات ان كريم عبد العزيز واحمد عز يقدروا يعملوا كوميدي بشكل كويس. الفيلم قصه تركي آل الشيخ، دي بقى حاجه مقلقه. تركي آل الشيخ ايه تاريخه في الكتابه ان هو يطلع قصه وتبقى قصه حلوه؟ وقبل 7 دوجز ما كتبش غير عملين اللي كان مشهور منهم شويه مسلسل الثمانية، وما كانش مسلسل جامد قوي، فليه هو يطلع فكره الفيلم عالمي؟ بس يلا، هو الراجل بيكتب بفلوسه. 7 دوجز هو اضخم انتاج في السينما العربيه، تكلفته 40 مليون دولار، يعني بالمصري 2 مليار جنيه. اعتقد نصهم راحوا لسليمان خان ومونيكا بلوتشي، والنص التاني راح لكريم عبد العزيز واحمد عز. ربنا يستر عليك يا احمد عز، الزنا بعد ما تشوف اجرك في الفيلم ده هترفع قضيه تطالبك بزياده النفقه. الفيلم لسه ما نزلش، وهينزل في الصيف غالبا في شهر 8. اللي نزل ليه لحد دلوقتي 2 تيزر بتاع كريم عبد العزيز واحمد عز، والتيزر الثاني تيزر حمراء، والله مش بهرج ولا ده افيه، تيزر للنادي الاهلي. احنا الاول هنتكلم عن تيزر كريم عبد العزيز. وحشه قوي كلمه تيزر كريم عبد العزيز، يعني نستبدلها بقى باعلان عشان ما نتفهمش حاجه غلط. هنتكلم عن اعلان كريم عبد العزيز واحمد عز، وبعدها هنتكلم عن اعلان النادي الاهلي. من اول ما تتفرج على الاعلان في خط واضح جدا في القصه ان كريم عبد العزيز واحمد عز في حد منهم ضابط في الانتربول والتاني في عصابه 7 دوجز، وهما الاثنين ما بيطيقوش بعض. هما الاثنين هيتحدوا مع بعض عشان في ميشن معينه هيعملوها سوا. تيمه دي تحس انك شفتها في افلام كتير وتحديدا افلام اجنبي، والله واحنا في مصر برضو عملنا التيمه دي على الضيق في فيلم حنفي القبهه. تركي آل الشيخ يعني هنتوقع منه قصه عبقريه جديده، بس للامانه مش حاجه وحشه ان التيمه دي تتقدم تاني، تتعمل في افلام كتير ما تزهقش منها، خصوصا ان انت لما بتتفرج على التيمه دي انت مش مستني تشوف المفاجاه، معروف ايه اللي هيحصل. هشوفهم بيأسفنوا في بعض، يضطروا يشتغلوا مع بعض وبرضه لسه بيأسفنوا لحد ما في الاخر حققوا الميشن فهيثقوا في بعض. حلاوه التيمه او القصه دي بتبقى في تفاصيلها، في الاكشن بقى شكله ايه، الضحك اللي بينهم، الاسفين اللي بينهم، الميشن نفسها اللي هتتعمل، العصابه اللي بيواجهوها مع بعض. ومتفائل ان ده هيتعمل بشكل حلو، لان لو انت اتفرجت على سلسله باد بويز هتعرف ان دول 2 مخرجين تقال، فاعتقد هنا هيحطوا برضو بصمه كويسه. من الحاجات الواضحه جدا في الاعلان ان الصرف باين، زي كنت انا كنت بهزر لما قلت ان الفلوس هتروح على اجور الفنانين. في اكشن معمول كويس، الانفجارات شكلها مختلف، جوده الصوره حلوه جدا، حركه الكاميرا مختلفه. اعتقد ان الفيلم هيبقى فيلم حركه واثاره مختلف عن كل السينما العربيه اللي احنا شفناها. من اهم المميزات اللي محمساني للفيلم، وكله جنسيات مختلفه، سواء بقى الممثلين او الصناع، من مصر، من السعوديه، من بلجيكا، من الهند. كمان اخر لقطه في الاعلان ظاهر حد بقفاه، في كلام بيتقال ان ده ويل سميث، على اعتبار يعني ان ويل سميث راشق في السعوديه رايح جاي وقرب يعمل عمره هناك، ودي حاجه كويسه. انت هتشوف عقليات كتير من دول مختلفه مع بعض، اعتقد ده هيطلع عمل شكله مختلف علينا كجمهور. بس رغم كل النجوم العالميين دول، اكتر 2 انا متحمس اشوفهم كريم عبد العزيز واحمد عز. اولا لان هما الاثنين في بينهم كاريزما قويه جدا، ده كان باين في فيلم كيرة والجن اللي عملوه مع بعض. غير ان الاثنين عندهم حضور كويس وعندهم قبول وبيعرفوا يمثلوا، والاثنين يعرفوا يقدموا كوميديا، فاعتقد الاكشن هيبقى حلو بسببهم، برضو الكوميديا اللي هتطلع في الفيلم. غير ان انا كمان متحمس عايز اشوف هيعملوا ايه مع سلمان خان وهيعملوا ايه مع مونيكا، وفي حاجه مشوقه انك عايز تشوف الناس دي بتمثل مع الاجانب ازاي. من وجهه نظري حاسس ان احمد عز ممكن يبقى حضوره اكتر من كريم عبد العزيز، ده برضو رايي، معرفش انتوا رايكم ايه، لان حاسس ان كريم عبد العزيز هو اللي هيعمل دور الضابط يليق فيه اكتر، واحمد عز هو اللي هيعمل دور اللي في العصابه 7 دوج، لان احمد عز يليق في الدور ده لان هو شكله مانيبوليتر. يعني ايه مانيبوليتر؟ وحياتك انا شخصيا ما اعرفش، بس هي لازم اقولها، احشر كلمه انجليزي عشان احنا فيلم عالمي بقى وكده. وبما ان الفيلم عالمي هنا اقدر افهم ليه سموه اسم اجنبي 7 دوجز. في الاول استغربت، قلت لو فيلم عربي او ابطال وعرب ليه اسميه اسم اجنبي؟ بس اللي عرفته ان الفيلم ده هينزل في كل السينمات اللي في العالم، يعني مش في مصر او مش في الدول العربيه
العربيه بس، ده ينزل في مصر وفي الدول العربيه وفي الهند وفي امريكا وفي اوروبا. بما انه فيلم انت بتخاطب شعوب العالم استخدمت الانجليزي على اعتبار ان كلهم فاهمين. بصراحه دي ميزه حلوه جدا في الفيلم، انت هتبتدي تحط رجلك سينما عربيه على الصناعه العالميه. اذا الفيلم ده نجح بدات توصل للجمهور اللي بره، دي حاجه يا ريت ان احنا نعرف نستغلها. احنا هنا بدانا بفيلم شبههم مش شبهنا، افلام الحركه والاثاره ستايل امريكاني اكتر منه ستايل عربي، وجايب نجوم اجانب علشان بتقدم نفسك للعالم. يا ريت بقى لو الفيلم ده يعني نجح بقى في ناس عارفين كريم عبد العزيز واحمد عز، قدام نعمل افلام عربي بيور ما فيهاش اجانب، ونقدم بقى الافلام الدراميه اللي شبهنا بشكل برضه هم يتقبلوه. ولما نوصل للعالميه نعمل فيلم بطوله فوفا ترزعهم واحده اسوره الله فيو تجيب صريخ ضحك في سينمات لاس فيجاس. من الحاجات اللي مش عجباني وبرضه ده رايي شخصي، انتوا قولوا لي رايكم، وجود طارق عماد. ما هياش ممثله قويه ولا هي اقوى قبول. كريم عبد العزيز واحمد عز ومنى شلبي وسيد رجب وهنا الزاهد كلهم تمثيلهم حلو يليقوا يطلعوا في فيلم عالمي، لكن طارق عماد مش بالقوه دي. وفي ممثلات تانية في سنها قبول وموهبه اكتر. بس اللي مطمني ان المخرجين بتوع الفيلم ده مش هيعدوا ممثل وبيمثل وحش، يمكن تحصل مفاجاه ويطلعوا منها اداء حلو. كده خلصنا اعلان كريم عبد العزيز واحمد عز، نخش بقى في اعلان الاهلي. فكرته جايبين نجوم الاهلي يتفرجوا على اعلان كريم عبد العزيز واحمد عز، بيشوفوا مشاهد الاكشن وبيقولوا بقى احنا لو مكانهم هنعمل الاكشن ده ونضرب العصابه ازاي، وكل واحد فيهم بيمثل ازاي هيضرب العصابه بطريقه شبه الطريقه اللي هو بيلعب فيها في الملعب. فكره كرييتيف، الاعلان مضحك بس هي فيها مخاطره، تخاطب جمهور الاهلي، وجمهور الاهلي كبير جدا مش في مصر بس، تقريبا في كل الدول العربيه. بس ممكن برضو تخسر جمهور زي جمهور نادي الزمالك، عدد برضو مش قليل لو خدوا الحوار بحساسيه. بس عموما اعلان كدعايه يعتبر حاجه كويسه. ودلوقتي جينا بقى ميعاد التقييم. اكيد انا مش هينفع اقيم فيلم من الاعلان او التيزر بتاعه، بس يعني حتى لو هنقيم اكيد هنقيمه بالارقام الانجليزي، لان احنا في فيلم عالمي. فاحنا نديله كام بقى من 10؟ والله تصدق انا نسيت الارقام بالانجليزي اسمها ايه. 5. بصرف النظر اني مش من محبي تركي آل الشيخ، اني مختلف معاه في حاجات كتير، خطوه حلوه انك تنقل السينما العربيه للعالميه. برضو متوقف لو الفيلم نجح واتشاف واتعملت له دعايه كويسه، واتمنى ان دي تبقى بدايه الخطوه اللي بعدها تقدر بقى تاثر في الشعوب الاجنبيه زي ما الدول دي وشعوبها بيأثروا فينا بافلامهم ومسلسلاتهم على مدار 100 سنه فاتت. نقدر نوصل صوتنا ونعبر عن افكارنا ويبقوا عارفيننا، بدل ما هم كل تفكيرهم ان العرب دول على جمال. وعموما لما الفيلم ينزل او لما الاعلان الرسمي ينزل برضه هنعمل ليه تقييم، لان اعتقد ان المفاجآت لسه مش هتخلص في الفيلم ده. يعني في كلام ان لسه في نجوم تانيين ما كانوش باينين في التيزر هيبانوا بعد كده، سواء بقى ضيوف شرف او ابطال اساسيين. ودلوقتي جينا لميعاد سؤال الحلقه، ايه اكتر فيلم بتحبوه لاحمد عز وتحبوا ان احنا نقيمه هنا في القناه؟ وبرضه السؤال الثاني، ايه اكتر فيلم بتحبوه لكريم عبد العزيز وتحبوا ان احنا نقيمه هنا في القناه، بس غير مشروع اكس لان ده احنا عملنا عنه حلقه. وانا عارف ان الحلقه بتاعت النهارده كانت المفروض تنزل من فتره لان التيزر نازل من اسبوعين، فسامحونا. خلاص استاذنكم بقى اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب، تفعل الجرس لو انت اول مره تشوفنا، ولو انت من العتاوله اللي عارفيننا من قبل كده فر في القناه هتلاقي فيه بقى الحلقات القديمه التقييمات، وهتلاقي فيه برضو ملخصات العربي والاجنبي. لو معاك وقت وباقه خد لك لفه. ولو الفيديو عجبك ابعت انشر كلم درمغ، ما عجبكش او عندك تعليق او عندك فكره ابعتها لنا في الكومنتات وهنقراها وهنعملها في اقرب وقت. ونختم دلوقتي بالكلمه العميقه بتاعتنا، كلمه ايه؟ اغورا.